انتوا كده بتأذوني. دي فرصتي ودول يومين بتوعي. اذا ما كانش المنتج الهباب ده يجي يمضي معايا 3 افلام كمان انا مش هكمل الفيلم ده. فتنست هانم، ده ملوش علاقه بالفيلم اللي انت بتصوريه. ده اخر مشهد في الفيلم، والراجل المنتج عايز يعرض الفيلم ده الاول، يعمل لك بروباجندا وبعدين يمضي معاك. انا مش لعبه في ايديك. ده كان الدعايه، احنا لينا شهود في الدعايه. والاجر فسافيستا ما تبصش للملاليم دي تاني ابدا. كفايه مجدفينها فيلمين بنفس الاجر. ده لمصلحتها، لما الفيلم الاولاني يضرب ترفعي سعرك زي ما انت عايزه. لا يا حبيبي، انا رفعت سعري خلاص. اجري دلوقتي بقى في الفيلم 5000 جنيه. يا ساتر يا رب، غاره يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. وده وقته يا راجل. طب استنى شويه لحد ما نخلص الفيلم ونقبض وبعدين نبقى اضرب زي ما انت عايز. مصيبه 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 فتنستا، كارثه. روما الدخل العالمين، ما فيش سينما، ما فيش افلام، فيكس. يعني ايه؟ لا ده انا فاتنستا، ده انا معايا عقود واخد فيها بيتكم. يا حبيبتي بليها واشربي ميتها، انا مسافر، انت وشك نخص علينا. يوجدك مصيبه. تاخد بنتي لحم وترميها لي عظم. طب استنى الخواجه كلها كام ساعه والحرب بتخلص. طب نصور اخر مشهد وتاخد الفيلم معاك. كملوا انت، خدوا بالكم انا بقيت الفيلم المنتج تاني وهيجي يقابلك. جود باي. يعني ايه؟ مفيش افلام؟ مفيش سيما؟ طب ده انا محدش شافني ولا عارفني الا من صوري في المجلات والجرايد. ده ايه الحظ اللي ده بس يا رب. مبسوطين؟ اديني خسرت كل حاجه وبقيت تحت في الارض. قد ليه يا حبيبتي؟ هو بلالايكا هيسيبك؟ بلالايكا ابن خالتك وحبيبك هينزلك الافراح. ولا تسوى رجلك، انت وش فقع وانت ما تلزمنيش. شفتوا الندالة يا زبالة؟ وبعدين ناوية ايه تعملي ايه دلوقتي؟ سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. انتوا اللي قعدتوا تزنوا على وداني لحد ما خربت بيتي بايدي. الله يخرب بيتك يا حسن يا ابو طبع. الله يخرب بيتك يا بلالايكا يا ابن اختار. الله يخرب بيتك يا راجل. الله يخرب بيتك يا هتلر. الله يخرب بيتك يا مخرج. الله يخرب بيتك يا منتج. يا لهوي يا لهوي. امان يا استاذ، جهزوا بالملابس بالمكياج بالاضاءه بالكريم، كله يجهز. يا ناس يا شر كفاية أرض. يا حمار تعال. ازيك يا عبد العزيز؟ حسن بيه. ازيك يا عبد العزيز؟ ازيك يا حسن بيه؟ بقول لك ايه، الاتفاق اللي اتفقنا عليه ماشي مظبوط؟ بالحرف. الهدوم المقطعة القديمة معفنه. بقول لك مقطعة وقديمة بس، هتبالغ ليه؟ مقطعة وقديمة. بس انا مش فاهم ليه بس البهدله دي بس يا حسن بيه بس. انت دلوقتي اشتريت الفيلم كله، ربنا فتح عليك وبقيت صاحب الفيلم. ويش هترجع تشتغل كومبارس تاني؟ مش ويش. ما هو كده يبقى الاتفاق باظ. افهم، مش عايز حد في الاستوديو هنا يعرف ان انا اللي اشتريت الفيلم وخصوصا اللعبة. ماشي يا حسن بيه. بلاش بيه خالص، ما تفهمش. عاملني على اني كومبارس، اقل كومبارس عندك زي زمان. طب يلا امشي نجر قدامي. بدلة يا حيوان. بقول لك عايز هدوم مقطعة مش تقطع اللي عليا. ها ورايا. فتنست هانم، مفيش مبرر لموقفك ده. اولا من هنا ورايح انا ما اسميش فاتنستا، انا اسمي لعبه. بعدين اكمل الفيلم ليه؟ ايه فايدته؟ لان ده التزام. الفيلم بقاله منتج تاني ومن حقه ياخد الفيلم، وممكن الفيلم بعد الحرب يتعرض ويضرب وما بقاش في السوق الا انت واسماعيل نسيم. انا اتحطمت خلاص وباخد جزائي. انا دخلت السيما عشان اكسب فلوس، فلا يمكن السيما
وانت بكده هتخسري كل حاجه. انا خسرت خلاص، بس اللي خسرته ما يتعوضش ابدا. يلا يلا صوروا، يلا لقمة عيش وبنلمها، يلا. حسن السلطان على جثتي، يا انا يا انت في الفيلم. من غير عصبية يا أستاذ ميمون، قصدي قرد. خلاص المرة دي الجملتين وحفظناهم كويس. ايه ده كله، ايه ده كله، ريحناكوا وتعبتونا وادي نقبكوا طلع على شونا. عبد العزيز انت يا زفت، تعرف لما فضلش في البلد حد يعرف يقول الجمله دي غيرك برضه مش هتقولها. ايوه يا استاذ. ارمي الجدع ده بره. يا استاذ مش هينفع يا استاذ. ليه؟ بسلامة يوسف وهبي اديله بالشلوت. شلوت؟ يا استاذ سيادتك مش فاهم. ايه؟ انا مش فاهم يا عبد العزيز؟ ايوه يا استاذ، انت من اول الفيلم وعامل انك بتفهم، هتيجي في الاخر وتستغبى. بالراحة بالراحة معلش. طب جنني من اول الفيلم. هيفهم سيب يفهم. ايه ده يا عبد العزيز؟ المرة دي افهمك. أنا مش فاهم مين اللي مرة عبد العزيز. ازيك يا سي حسن؟ من فضلك، الدور المرة دي كبير ومحتاج تركيز، وأنا هعمله بشكل جديد، بشكل استعراضي. إيه ده كله، 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 يا حلولو، إيه ده كله، ريحناكوا وتعبتونا وادي نقبكوا طلع على شونا. لكن ايه اللي رجعك تشتغل كومبارس تاني في الصين؟ للدرجات دي تحضر بك الحال؟ ما انت قربت تشتغلي كومبارس انت رخرة. هو الحالة تحضر بيك انت كمان يا جميل. شمتان فيا يا سي حسن؟ حتى لو كنت شمتان فيا فده حق. اصلا انا اتنمرضت فخسرت كل حاجه. بس عارف، انا حاسه ان انا خسرت حاجه كبيره قوي، رغم اني واقفه قدامها دلوقتي، لاني عارفه ان عمري ما هقدر اطولها. زي ما كنت في يوم من الايام نجمة في السماء وانا زلط على الارض مش قادر اطولك، كده نبقى خالصين. ايوه بس احنا الاتنين دلوقتي بقينا على الارض، عايزاك على الاقل تسامحني. واسامحك ليه؟ انت من سكة وانا من سكة، زي شيطة رماي ما يتقابلوش ابدا. يعني نسيت العشره؟ نسيت لعبه؟ انا انسى اهلي؟ ادوس على اقرب الناس ليا عشان مصلحتي. انا نمرود. لا ده انت في منطقه طيبه. بلاش الشراب المقلوب ده، بلاش، مش هيجيب معايا. مين قال لك ان انا في منتهى طيبه؟ انا مش طيب. وجدع وشهم، ومتاكده انك لما تلاقي حد غرقان ومدد لك ايده تمد ايدك وتنقذه. طبعا لو حد بيغرق ومدد لي ايده لازم امسك ايده لغايه لما اسلك منها الساعه وبعدين اسيبه يغرق. مش هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ لا يا سي حسن، طب ده انت مديت لي ايدك زمان وانقذتني. انقذتك من السم، النهارده هنقذك من نفسك ازاي؟ حتى يعني لو قلت لك ان يا ريت نرجع لبعض زي الاول، وهبقى خدمتك وتحت رجليك. طب ما ده العادي. انا اعمل ايه مع سكينة فرنسا؟ مين سكينة فرنسا؟ هتجرؤين وتسألين عن سكينة؟ سكينة فرنسا اللي ما استرخصتش فيها لا نفيس ولا رخيص، عشان كده اديتها قلبي وحبي اللي تستاهله. فعلا بتحبها يا سي حسن؟ سكينة! إياكي وسكينة فرنسا، سكينة فرنسا. كفاية إن في الداخلة وفي الخارجة في الحارة، كل ما أدخل الحارة وأخرج منها تمد إيديها على الفرش اللي قدامها وتناولني أحلى حزمة فجل عندها. لو أنت بتحب بتاعت الفجل؟ ورور! أنت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ طب ده أنت ما بتحبش حد غيري، ومش هتطيق إنها تضيع من إيديك. ما تضيعي روحي حتى لو كانت روحي فيكي. على العموم أنا عايزاك تعرف إن أنا لسه بحبك، وعمري في حياتي ما حبيت حد غيرك، حتى وأنت كحيان كده. كحيان؟
ما تخدعيش في المظاهر يا هانم. الفستان اللي عليكي ده مش بتاعك، ده بتاع الفيلم. فستان السيما مش بتاعك. زي اول يوم دخلت فيه هنا لبسوني لبس سلطان، مداري هدومي المقطعه الحقيقيه. النهارده ملبسيني لبس مقطع، مداري هدومي الحقيقيه. ربنا كرمني بعد ما سبتيني. خواجه إزاك كتب المحل باسمي، بس انا ما اتنمرتش، لسه زي ما انا حسن وابو رجاز. اسيبك لشغلك يا فتنست هانم. حسن بيه المنتج السينمائي المشهور. انا لسه اشتغلت ولا اتشهرت ولا تيلت؟ انا اسف اللي ما يعرفك يجهلك. طب يلا الفيلم خلص، فاضل فيه الاستعراض الاخراني. يلا صوروا يا استاذ شمبانزي. خليها قرد احسن. هو بمزاجك؟ لا انا خلاص رقيتك، بقيت شمبانزي. وبالمناسبه الفيلم ده مش هيتعرض على الجمهور، مش هيتعرض في السينمات، محدش هيشوفه غير انا والسيده سكينه فرنسا. ايوان هنتفرج عليه واحنا بنقزقز فجل. يلا يا استاذ شمبانزي صور الاستعراض الاخير. اجهز بالاستعراض الاخير لفيلم حكايه كل يوم. كده كده فيلم حكايه كل يوم المشهد الاخير 112 اول مره. دور. اكشن. حبيبي انا كنت حرة لما اخترتك، واخترت ان انا اعيش معاك العمر كله. كنت فاكرة اني هبقى حرة اكتر لما يبقى معايا المال والمجد والشهرة. كل ده زال بعد ما بقيت عبدة ليك. ما بقتش حرة حتى اني ارجعك لحضني تاني، ولاني من غير حضنك وقلبك الطيب ونظرة عينيك الحنينة ودراعك اللي كان محوط عليا وحاميني، لما كل ده يروح ابقى من غير روح. وعشان تصدق اني ما اقدرش اعيش من غيرك، انا هشرب من ازازه الدم دي اللي مش ممكن تطولها ولا تسيبني فيها. استاذ شمبانزي الكلام ده موجود عندك في السيناريو؟ الكلام ده مش موجود في السيناريو، ولا النهايه فيها حد بيموت. امال واقف تخرج ايه يا حمار؟ انت واقف تخرج ايه؟ دي بتموت بجد، بتشرب سيف بجد. نزلوها، نزلوا الامام ده. لعبه شربت يا لعبه. نفسي بطني بموت يا حسن. لا. انا اتنمرت والدنيا سكرت عليا. لا استني يا لعبه، استني، ما تموتيش. نصور ده يا استاذ. انت تصور مش تصور. لعبه استني يا لعبه، استني. ده انا كنت راجع لك، ده لا سكينة فرنسا ولا نعيمة ألمانيا ولا سنية بلجيكا ولا عصبة الأمم تبعدني عنك. كنت راجع لك بس كنت عايز أفلفلك وأغيظك لغاية لما تركعي تحت رجليها وتطلبي مني الجواز. وديكي متي قبل ما تعرف أنا حبيتك قد إيه. قد ايه؟ قد نجوم السما والله. واديني بركع لك اهو بقول لك اتجوزني يا سي حسن وانا هبقى خدمتك وتحت رجليك. رجليني انا مبقاش فيا ركب اساسا. حرام عليكي، عملتيها فيا يا لعبه. عملتها يا سي حسن ونبقى كده خالصين. ايوه خالصين. هتخلص التصوير وتروحي على السطوح عشان نبدا حكايه كل يوم. يلا يا استاذ صور الاستعراض الاخير يا استاذ انسان الغابه. وانا البطل قدامها. ايه بفلوسي. اكشن. وانتوا يا اغلى الاحباب بسؤال
يا خلقي ياهو كلامنا اهو اسمعوه، الحب والنفوس والشهرة والفلوس من غير حرية نو، من غير حرية نو، من غير حرية نو. معنى تكون مشهور وفي سجن الشهرة أسير، الشهرة في سجن تغور لو كان مفروش بحرير. السلطة بدون حرية مفيش، من غير حرية ازاي هنعيش؟ من غير ما تعبر عن حبك وتعيش في الحب بحرية، من غير ما تقول عني بقلبك يا تموت انت يا تموت هي. لو مال الدنيا معاك ومفيش صحة مساعداك راح تعمل ايه بالمال؟ طول ما المحتل وراك وبيحكم بالقربان راح تعمل ايه بالمال؟ راح تعمل ايه بالمال؟ ياللي بتسمعنا اسمعنا علشان يبقى لك معنى، اتمسك بالحرية اتمسك بالحرية. الله على كلمة تقولها لو هتقولها بحرية، الله على لحظة حب لو هتعيشها بحرية، الله على طعم القرش لما تجيبه بحرية، الله على نقطة مية لو تشربها بحرية. وإذا عشت لوحدك حر والناس مش حرة معاك ملهاش معنى الحرية. ومادام الدنيا دي فانية يبقى وداع